ورحب بكم من جديد. كل الشكر للزميل عصام الشوالي الذي كان شاهدا على فوز الترجي امام سيوي سبور في ابيجان بالذات، ويكتمل العقد الذهبي للنتائج الايجابيه للفرق التونسيه في هذا الاسبوع الافريقي بعد البنزرتي، بعد النجم وتعادل في مالي، بعد صفاقسي والفوز في اثيوبيا. الدراجي يمنح بهذه الكره 3 نقاط هي الأغلى ربما في هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا، لأنه تأثير كبير على ترتيب هذه المجموعة. الترجي يقفز إلى صدارة الترتيب 6 نقاط مع 2 على مستوى فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة. كوتون سبور الكاميروني في المركز الثاني كذلك 6 نقاط، لكن فرق الأهداف 0 لهذا الفريق. سيوي سبور في المركز الثالث، وريكرياتيفو لوبولو بنفس الرصيد من النقاط، 3 نقاط لكل فريق. إذن انتصار مهم للترجي، انتصار تاريخي كذلك للترجي، لأنه للمرة الأولى الترجي يفوز على حد الفرق الإيفوارية في أبيجان بالذات. هدف مقابل لا شيء، هدف الدراجي كان هو الذي ربما سيمهد طريق التأهل بالنسبة للترجي، وهو طبيعي. الترجي، الأهلي المصري، كل هذه الفرق دائما تلعب من أجل الفوز باللقب، لأنه الوصول إلى النهائي وخسارة النهائي هي في حد ذاتها ربما فشل بالنسبة لهذه الفرق. الترجي الآن يعود إلى السكة الصحيحة بعد خيبة أولى في المباراة الافتتاحية. فوز أمام كوتون سبور اليوم يؤكد الترجي، وخاصة مدربه ماهر الكنزاري من خير الاختيارات التي يشكر عليها اليوم، التي سنتحدث عنها طويلا أعتقد كابتن قيس، وسنتناولها بيتنام في هذا الاستوديو. عندنا المجال لنتحدث عن ما فعله ماهر الكنزاري اليوم، لأنه اليوم تحس فما بصمة نتاع مدرب خاصة في التغييرات، وسنأتي على ذلك بديع. قلت أنه هدف الدراجي أنقذ الترجي، أوكي بنسبة ليست كبيرة، لكن اليوم بطل اللقاء وهو قال عصام الشوالي زميلنا هو معز بن شريفية. سنخصص له حيزا نشاهد فيه اللقطات التي تصدى الكرات الكثيرة لكن نحب أشيد بمردود هذا اللاعب، لأنه لاعب كرة قدم معز بن شريفية. كل فريق في مسابقة قارية مثل الشامبيونز ليج الأفريقية، هذه صور معز بن شريفية، 5 تصديات في الشوط الثاني مقابل تصدي في الشوط الأول. لازم يكون عندك حارس استثنائي باش تنجم تدوم في هذه المسابقة، باش تمشي بعيد في هذه المسابقة، لأنك دائما الفريق نتاعك ينجم يمر بفترات حرجة، الدفاع ينجم يخطئ. معز بن شريفية اليوم كان سد منيع أمام هجمات المنتخب الإيفواري، مع غلطات الدفاع وغلطات الدفاع واردة في كل مباراة. لكن كما قلت لما يكون عندك حارس كبير، هذا اللي يثمن هدف الدراجي، اللي يعطي حجم كبير لهدف الدراجي هي التصديات الكبيره. هذه فيس تو فيس، هذه تصدي ممكن اروع تصدي في هذه المواجهه، لانه اليوم يسجل الدراجي وما يبداش عندك بن شريفيه في الاخشاب، تخسر 2 تقدر تخسر 2-3، تقدر تتعادل، يولي هدف الدراجي ما هو الثمين. قلت لك اللي اعطاه فالور كبيره الهدف الدراجي هو تصديات نتاع بن شريفيه. ولو انه الترجي نقول لعب شويه بالنار لما تاخر منذ بداية الشوط الثاني وبدأت عملية التصرف في النتيجة. نقول الترجي خاطر كان بإمكانه أنه يقتل المباراة اللي عنده، لأنه كانت عنده الإمكانيات. يانيك نيانغ من بداية الشوط الثاني مازال المخزون اللياقي نتاعو يخول له أنه يمشي للأمام. الدراجي مازال كذلك عنده بعض الانتعاش، لكن الترجي اختار أنه يتأخر، خاف، حب يحافظ على المباراة، خاف ربما من سيناريو مباراة ليبولو. لكن اليوم نقولها مرة أخرى، شابو وشكر كبير خاصة للحارس معز بن شريفية. كابتن قيس يرفع القبعة على بن شريفية، واعتقد كذلك ايمانويل يرفع القبعة على الترجي عموما، لأنه منافس اليوم لم يكن منافس سهل. سوي كان مجهول بالنسبة للكل، لأنه كما قلنا في بداية الاستوديو يعني يبقى من الأندية الإيفوارية المجهولة، لكنه فريق يلعب جيدا كرة القدم، وشاهدناه هدد عرين معز بن شريفية في أكثر من مناسبة، وكان بيمكنه التسجيل في كثير من المرات في الشوط الثاني. Well, I think first of نعم، all, أعتقد أولا يجب أن نعترف بتفوق بن شريفة، ولقد كان من مستوى طراز عالي جدا، وبالطبع أي فريق كبير يجب أن يكون له حارس يحس بالمسؤولية، وأظن أنه كان في المستوى وقد ساعدهم على هذا التفوق. بالنسبة
بالنسبة لفريق السوي لاعبو كرة قدم ممتازة جدا، ليسوا معروفين في القارة الأفريقية، ولكن عندما نتحدث عن كرة القدم عرفوا من أين تؤكل الكتف، وجاءتهم فرص كثيرة وكادوا أن يسجلوا لولا الحضور المميز والاستعداد بن شريفة. إذن كرة القدم الأفريقية بصدد التطور، لا يمكن أن تتجاهل أي فريق قد يكون مجهولا لديك، ولكنها فرق قوية، وقد كان مردود مميز لولا إذن وجود وتفوق بن شريفة. كذلك خلق فريق سوي فرص، وتعرف بديع في مثل هذه المباراة يكفي أن تحسن إنهاء العمليات. جاءت الفرص، والفرصة الوحيدة التي سنحت بطريقة جيدة للدراجي استغلها. هنا الفرق بين فريق لديه الخبرة وفريق ناقص خبرة، والترجي له أكثر خبرة وعارف كيف يفوز. بشريفي إذن رجل المباراة، والدراجي سجل الهدف الذي لن ينسى سريعا من دون شك، وسيحفظه أرشيف كرة القدم التونسية، لأنه منح الترجي والفوز في الكوت ديفوار بالذات. سنعيد متابعة هذا الهدف. أريد تعليق من إيمانويل وكذلك من قيس اليعقوبي، وأنتما كنتما مهاجمين في السابق. أعتقد أنه هدف الدراجي 90% منه الفضل فيه يعود للبليلي الذي قام بتلك المراوغة ودخل في العمق، ثم مرر كرة عرضية للدراجي على طبق من ذهب مثل ما يقال. سجل الدراجي هذا الهدف الوحيد، والهدف الذي يساوي 3 نقاط غالية للترجي. Well, I think the most important thing in this action المهم في هذه العملية الهجومية هو الحركية. إذن رأينا السيطرة على الكرة والهدوء في المراوغة، والدراجي احتاج فقط لمسة واحدة إذن لوضع الكرة في الشباك. إذن لم يحاول أن يروض الكرة بلمسة واحدة، وضع الكرة في الشباك. وهذه المهارة والخبرة لدى اللاعب، جاءته الفرصة، سنحت الفرصة واستغلها، وكانت عملية جميلة جدا. للترجي الرياضي ومسيرته ما يعاب على هذا اللاعب البليلي انه يطلب كثيرا. احنا نقولوا بلغتنا شد الكره برشا. انا نقول انه البليلي بهذه الحركه 1 ضد 1 قادر بسرعته وفنياته على انه يجتاز اي مدافع، ثم انه لما رفع راسه وجد ان الدراجي كان في مكان يأهله أنه ينجم يقدر يسجل. التمريرة كانت تمريرة حاسمة. وفي كرة القدم اليوم وفي المستوى العالي نحسب الأهداف، لكن كذلك نحسب التمريرات الحاسمة. والتمريرات الحاسمة المدربين والناس اللي تهتم بالشأن كرة القدم تعطي قيمة كبيرة والبليلي كابتن تدعيما لكلامك هو الأكثر تأثيرا في الترجي في المباراتين الأخيرتين. سجل هدف الافتتاح ضد كوتون سبور، أعطى الهدف الثاني للمساكني، واليوم يعطي هدف جديد للدراجي. هل أخذ مكان ربما يوسف المساكني في الترجي، يعني كلاعب في حجم اللاعب على مستوى أنه ربما هو القائد الأول على المستوى الهجومي بالنسبة للترجي الآن يوسف البليلي؟ أوكي، يوسف البليلي قيمته كبيرة في الترجي. أنا ما نحبذش المقارنات باش تقارنوا مع المساكني، دو ريبرتوار ديفيرون، يعني كل واحد يلعب في الحيز وفي النطاق نتاعو. يوسف المساكني عنده مهارات وعنده إمكانيات، يوسف المساكني عنده اللا منتظر اللي تترقبوش في كرة القدم قادر يسويه يوسف المساكني. البلايلي هامش التطور كبير جدا، عمره 20 ولا 21 سنة، ما زالت أمامه سنوات كبيرة جدا على الترجي أن يستفيد من هذا اللاعب، وخاصة ماهر الكنزاري أن يستفيد من هذا اللاعب إلى أقصى الحدود. أنا أقول في كرة القدم وخاصة في المسابقات القارية رأينا اليوم أنه يانيك نيانغ بدنيا ماهوش جاهز، غير جاهز، ما اكتملتش الجاهزية نتاعو. الدراجي كذلك غير جاهز 100%، لكنه تطور من مباراة كوتون سبور إلى هذه المباراة. لكن هذا نقول رب ضارة نافعة. الترجي ماهوش في حاجة اليوم للدراجي ونيانغ، في حاجة للدراجي ونيانغ في شهر أكتوبر وشهر نوفمبر للأدوار النصف النهائية والأدوار النهائية. كما في الشامبيونز ليج الأوروبية دائما الفرق اللي ترفع الكأس تكون في أوج عطائها دائما في شهر 3 وشهر 4 يعني مارس وأبريل. كابتن أنت قلت نيونغ لم يكن في مستوى كبير اليوم، هذا صحيح وكلنا شاهدناه، لكن قام بدور كبير خاصة عندما تقدم الترجي. معك أوكي. شوف أنا قلت في أول استوديو قيمة نيونغ، قلت الترجي عنده مهاجمين، عنده العكاشي، عنده كذلك الجويني، عنده البلايلي، لكن هذوما ما عندهمش القيمة نتاع نيونغ، خاصة إيمانويل في الاحتفاظ بالكرة لما يكونوا بظهره للمرمى يحتفظ بالكرة
يريح الفريق، يقدر يلعب لاعبي وسط الميدان، يخلي مساحات للاعبين اللي ياتيهم من وراء. هذه هي قيمه نيانغ. لكن نيانغ لما يجهز بدنيا في الواحد ضد واحد وفي السرعه قوي جدا. أعتقد أننا نعترف أن بدنيا ليس ربما جاهز للعب 90 دقيقة، ولكن بفضل خبرته وطريقة حمايته للكرة وذكائه في اللعب فقد لعب ربما بحجم 50 دقيقة لم يكن في أوج عطائه، ولكنه ساعد فريقه وعرف كيف يحتفظ بالكرة ويخفض في النسق ويساعد فريقه. ومثل ما قال الكابتن قيس، عندما تصل إلى الأدوار المتقدمة فهناك تحتاج إلى هؤلاء اللاعبين الكبار، وذلك مهم جدا. طيب سنواصل الحديث عن هذا الفوز للترجي الذي بفضله تبوأ صدارة المجموعة الثانية وبفضله عاد بانتصار تاريخي إلى الأراضي التونسية. فاصل قصير ثم الحديث يتواصل عن الأمور الفنية لهذه المواجهة، لا تذهبوا بعيدا. ورحب بكم مجددا في هذا الاستوديو التحليلي الخاص بدوري ابطال افريقيا. مباراه الترجي في ابيجان امام سيوي سبور انتهت من لحظات بتفوق الترجي بفضل هدف الدراجي، هدف مقابل لا شيء. عوده مره اخرى الى ملعب غوبير شامبخو هناك في العاصمه ابيجان، حيث نتواصل من جديد مع موفد الجزيره الى هناك هاشم سيدي سالم. هاشم، اكيد فرحه ترجيه بهذا الفوز التاريخي كما ذكرت وبتصدر المجموعه، خاصه بعد فوز كوتون سبور في المباراه الاخرى امام ريكرياتيفو الأنغولي. مساء الخير بديع ومساء الخير لكل مشاهدي قناة الجزيرة. بالفعل شهد هذا الملعب فرحة كبيرة وعارمة من طرف أنصار ولاعبي نادي الترجي بهذا الفوز المستحق، هذا الفوز الثمين الذي سجل به الترجي في سجله التاريخي أول فوز لنادي تونسي على الأرض الإيفوارية. الحلول الهجومية التي أرادها المدرب الكنزاري أتت أكلها عندما سجل الدراجي هدفه في الدقيقة 48، وأكد هذا المدرب مرة ثانية أن في الترجي الحلول تبقى موجودة دائما حتى وإن تغيب بعض اللاعبين الأساسيين أمثال حسن الرقاد وأمثال أريسون أفول، فإن الترجي ومدربه يبقى دائما بيده الأوراق وبيده يعني قدرة على تحقيق الإنجازات. هناك كما أسلفت فرحة كبيرة، وهناك شعور بأن هذا النادي قادر على البقاء في دائرة المنافسة بقوة، ولم لا الوصول للمرة الرابعة إلى المباراة النهائية وربما الفوز للمرة الثالثة بهذه البطولة. نعم بديع. ويبقى ذلك هو الهدف الرئيسي للترجي الرياضي في هذه المسابقة. هاشم سيدي سالم، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. طيب نعود للاستوديو نستكمل الحديث عن فوز الترجي، الحديث قليلا عن ماهر الكنزاري، هذا المدرب الذي تلقى انتقادات كبيرة بعد الخرجة الأولى للترجي في المباراة الأولى من ريكرياتيفو دولوبولو الأنغولي بعد الهزيمة 1-0. الكل شكك في هذا المدرب، لكن أعتقد وأنه بداية مباراة كوتون سبور وأكد ذلك اليوم ماهر الكنزاري صحح مسار الترجي على مستوى الاختيارات، على مستوى الرسم التكتيكي، على مستوى التغييرات، خاصة وأنت كابتن قيس كنا نشاهد مع بعض المباراة في كل مرة كنا ننتظر تغيير ونتساءل من يعني أنت تنبأت بالتغييرات، يعني قلت سيدخل سيف الدين بالعكرمي الذي كان مفاجأة حقيقة اليوم، وأنت دربته في النادي الأفريقي سابقا اليوم العواضي بزي والعواضي كذلك بزي الترجي، وتغيير العواضي دخوله مكان نيانغ، في حين كنا ننتظر دخول العكايشي ممكن مكان نيانغ. كان موفق الماهر كنزاري اليوم في اختياراته. فيما يخص موضوع التشكيك، هذا كرة القدم والرياضة وعادة وحتى السياسة كذلك أداء حكومات يشكك فيها وأغلق القوس. نحب نقول أنه التشكيك هذا معناه أصبح خبز يومي. ماهر الكنزاري يدرب في الترجي، يعرف أنه قادم على مهمة صعبة جدا. نبيل معلول ترك له إرثا ثقيلا، فريق اللي توج بالدوري، فريق اللي لعب سنتين مع نبيل معلول نهائي الثلاثية التاريخية الموسم قبل الافريقي. نبيل معلول بعد الثلاثية شكوا فيه، عادي جدا، الناس تنسى بسرعة. على كل نرجع اليوم كان موفقا، أيما توفيق اليوم ماهر الكنزاري في التغييرات. نبدأ بالتغيير الأول، سيف الدين بالعكربي مكان
المساكني صراحة، وهذا قلنا حتى قبل الاستوديو، ما أداش، ولو أنه المساكني لازم يقبل هذه يعني الملاحظات حتى يطور أداؤه، لأنه عنده مخزون كروي كبير جدا، لكن على المستوى البدني وخاصة على مستوى الارتداد الدفاعي لازم يتعلم أكثر. دخل سيف الدين بالعكرمي فأراح خاصة خليل شمام ما عادش يصعد، وأصبح الترجي وكأنه يلعب بظهيرين في الرواق الأيسر، ظهير أيسر ثابت اللي هو شمام، وظهير أيسر أمامه يلعب في الرواق لكنه قادر على أن يعطي المدد والعون على المستوى الهجومي. سيف الدين بالعكرمي دربته أنا في النادي الإفريقي، هو ليس بالمهاجم في الرواق الأيسر وليس كذلك بالمدافع، احنا نقولوا كينو اكسونتري، لاعب رواق، هو لاعب رواق يعني ليس قوي جدا على المستوى الدفاعي لكنه يصلح كذلك في وسط الميدان وفي الامداد الهجومي. تغيير العواضي دخوله مكان نيان كان مهم جدا لانه عنده ورقه البلايلي، يمكن ان يستعمل البلايلي كراس حربه ويصبح العواضي مع ثنائي الارتكاز كثلاثه لاعبين ارتكاز امام الدفاع في التنشيط الهجومي، كل من العكرمي والدراجي والبلايلي يصبح راس حربه. وكريم العواضي من اللاعبين اللي كل مدرب يتمنى أن يكون عنده لاعب مثل كريم العواضي، لأنه أولا جينيرو على المستوى البدني، بمعنى كريم العواضي يذهب إلى العمل الدفاعي، اسم على مسمى، هو كريم يعني كريم جدا، ومن غير ما تعطيه تعليمات على المستوى الدفاعي هو لاعب يحب دائما يدافع، هذا أولا. ثم هو لاعب كذلك مساند جدا للهجوم، وتقدر تستعمله في الكرات الثابتة، في الضربات الرأسية والكرات الهوائية. أقول أنه ماهر الكنزاري من خلال التغييرات التي قام بها، أولا لم يقم بتغييرات مكان بمكان، وهذا مهم جدا في كرة القدم. ثم الثاني أنه حافظ خاصة على توازن الفريق بقي متوازنا بالرغم من التغييرات. فقط ما يلام اليوم على الترجي الرياضي، ويمكن هو يعطي تعليمات واللاعبين يتراجعوا إراديا، أنه الفريق تراجع مبكرا منذ دخوله للشوط الثاني، وهذا لاحظناه إيمانويل منذ أن دخل الترجي للشوط الثاني تراجع الفريق أمام دفاعه، أصبحت الكتلة متأخرة جدا، الفريق ولا يلعب فقط في 30 متر الأخيرة، مما أعطى الفرصة للفريق الإيفواري. وقتها رأينا أن الفريق الإيفواري لعب بكل راحة، لذا نستخلص في الأخير أن هذا الفريق لاحظناش عمل خاصة في 30 دقيقة الأخيرة. الترجي ربما بعد أسبوعين أو ثلاثة سيلاعب هذا الفريق في رادس، حذار نقولوا للترجي لأنه عنده لاعبين خاصة هذا مانديلا والمدافع الأيسر سريعين جدا. الترجي سيكون مجبر على صناعة اللعب لأنه في حاجة إلى 3 نقاط. نقول للترجي حذاري من المرتدات لهذا الفريق، لكن نقولوا أن الترجي اليوم خطى خطوة كبيرة نحو وفي مباراة العودة سيكون أكثر جاهزية الترجي بعودة النيان والدراجي لعب المباريات، خاصة أن الدوري التونسي سينطلق يوم الخميس القادم، وسيلعب بالتالي الترجي مباراتين قبل يوم مباراة سيوي سبور إن شاء الله. إيمانويل، في نفس هذا السياق حتى لا نتحدث عن صورة وردية للترجي، صحيح الترجي فاز لكن هناك بعض الثغرات خاصة الدفاعية، ومشكلة الدفاع نتحدث عنه منذ فترة في الترجي، لولا بن شريفية الذي تصدى لكرات عديدة لكن قبل الترجي أهداف خاصة في العمق الدفاعي. شاهدنا العديد من الكرات التي تذهب خلف المدافعين مدافعي المحور عنتر يحيى وشمس الدين الذوادي. ما الحل لهذا بالنسبة للترجي؟ أنا أعتقد أولا يجب أن نتكلم عن الإشكال أنه بعد التسجيل بطريقة تلقائية عادوا إلى الوراء، وذلك أعطى الفرصة لفريق سوي للسيطرة خاصة والإستحواذ على الكرة في وسط الميدان وخلق فرص. مانديلا وروني كانوا يتبادلون الكرة. أظن أنهم عادوا تأخروا مبكرا جدا، كان عليهم أن يجعلوا ضغط في الوسط وأن لا يتركوا الرفاهية والراحة لمهاجمي الفريق الإيفواري. ثانيا لقد كانوا يدافعون بطريقة عرضية، وذلك خطأ أن يعودوا في عمق الدفاع. ربما كانوا خائفين وكانوا
خايفين من تلقي هدف، إذا ما فعلوه هو جلب الضغط إلى ناحيتهم، مما خلق فرص كبيرة للفريق الإيفواري. إذا ولكن بفضل الخبرة عرفوا كيف يتحكمون في هذا الضغط، وسيكون درسا مهما جدا بالنسبة إليهم للمباراة القادمة في تونس. ومثل ما قال الأخ قيس، لذا لعبوا بنفس الطريقة، سيعطوا فرص لكيفن ولمانديلا لاستغلال تلك المساحات. لا يجب أن نسوي سبورت لديهم لاعبين سريعين جدا ومهارات فردية ويلعبون بطريقة جيدة، وفي نهاية الأمر كسبوا الثلاث نقاط، وكل نقطة مهمة في هذه المجموعة لضمان الترشح والتقدم، وستكون منافسة بين قطن سبور، بين القطن وكذلك الترجي. نقطة إضافية للترجي، بإمكانه أن يضيف 3 نقاط بعد أسبوعين، لأنه سيستضيف سيوي سبور، وبالتالي سيضع قدم لو يفوز في المباراة القادمة في الدور النصف النهائي. كابتن قيس، الترجي نجح كذلك اليوم في شيء آخر، وهو إيقاف المهاجم كيفين زوغولا الذي للمرة الأولى لا يسجل أمام فريق يستقبله سيوي سبور في الكوت ديفوار. هو نجح في التسجيل في أدوار تمهيدية سابقة أمام هورويا الغيني، أمام الهلال السوداني، أمام الفتح الرباطي، ثم خاصة ثلاثية أمام ريكرياتيفو دولوبولو في الجولة الثانية، الجولة الماضية. هذه المرة لم ينجح في التسجيل. هذا يحسب لدفاع الترجي لخطة ماهر الكنزاري. ربما هذا اللاعب كان بعيد عن مستوى هذا اليوم. لا نقول خاصة ليس لخطة ماهر الكنزاري، ماهر الكنزاري لم يغير الخطة لأنه لعب بدفاع الأربعة، ما لعبش بدفاع 3 أو ب5 مدافعين، لعب ب4 مدافعين. أقول أنه اليوم توصل محور دفاع الترجي الرياضي إلى إيقاف الخطر الكبير، وهو هذا اللاعب كيفين زوغولا. لكن دفاع الترجي بالرغم من أنه أوقف أخطر مهاجم مرة أخرى، المحور فيه بعض الهينات. أقول لا أقول أنه أداء كان ضعيفا أو أداء كارثيا، كان أداء محترما، لكن يمكن لدفاع الترجي وخاصة المحور أنه يتطور أكثر. العمل الدفاعي هو عمل الخط كامل، لكن أنا أقول بالنسبة الترجي الرياضي منذ نقول الثنائي بدر والجعايدي، محور الترجي الرياضي دائما في بعض المشاكل. شفنا مع بن منصور، الهيشري كذلك لعب هناك، الزواغي كذلك، بنانا ربما أعطى بعض الاستقرار قبل أن يرحل إلى سوشو لدفاع الترجي. لكن نقول لو ترى أنه الذوادي وعنتر يحيى يمثل الخبرة الرصانة، الذوادي يمثل الشباب الاندفاع. نقول أنه إشراك عامل الخبرة مع عامل الشباب يزموا بعض وقت. لو نحسبوا على مستوى الأرقام كم لعب الذوادي إلى جانب عنتر يحيى، ما نلقاهمش أكثر من 20-25 مباراة جنبا إلى جنب. هذا مش كافي لإيجاد ما يسمى بآليات اللعب بالنسبة لمحور دفاع إلى ما يسمى بالتجانس، هذا ليزوتوماتيزم. لأنه شوف دفاع الأربعة راهو يقول أريغوساكي بالنسبة لدفاع الأربعة يجب على المدافعين الأربعة أن يفكروا في نفس الشيء في نفس الوقت، وهذا يلزم عمل كبير جدا على كل يجب أن نحوصل ونقول أنه الأرقام تتكلم. مادام دفاع الترجي لم يقبل، وانت اشرت كثيرا في الكواليس بدور الظهير الايسر خليل شمام مهم جدا. خليل شمام في كل مره، لانه لاحظت انه عمليه التسلل كان فيها بعض الاضطراب، وكان خليل شمام هو دائما الاخير الذي يحاول ان يخرج حتى يقع مهاجم سيوي سبور في التسلل. وهذا يدل على انه هذا اللاعب قائد الفريق اكتسب خبره كبيره جدا. اظن خليل شمام عنده 87 سنوات، يلعب كلاعب يعني اساسي في دفاع الترجي، علاوه على المباريات الدوليه مع المنتخب الوطني. انا اقولها بصراحه، شفت المجموعه الاولى وشفت المجموعه الثانيه، بكل صراحه وبكل تجرد، بعد 3 أسابيع او ربما شهر يانيك نيونغ يكون في افضل حالاته، الدراجي يكون كذلك في افضل حالاته، الترجي الرياضي قادر اقولها بكل تجرد انه يعود ياخذ اللقب من جديد. وانت تتحدث عن الدراجي صاحب الهدف الوحيد ايمانويل، الدراجي الذي عاد الاسبوع قبل الماضي امام كوتون سبور، وكان أداؤه متذبذب نوعا ما، لأنه مفهوم أنه ينقصه على مستوى التحضيرات كثير من الأشياء، لكن اليوم بدأ يعود إلى مستواه الذي عاهدناه سواء كان في سنة تتويج الترجي وفي الموسم الذي تلاه. كذلك الدراجي اليوم بإمكانه أن يعتمد عليه كثيرا الترجي في قادم المباريات.
بطبيعة الحال فهو لاعب ممتاز، يعرف كيف يحافظ على النسق، وهو من أعمدة فريق الترجي. إذا أنه له من الخبرة، ربما ليس جاهزا بدنيا، ولكن خلق فرص عديدة وكاد أن يسجل، ثم أصر على الهجوم واستخدام مهارته وخبرته لتحقيق الفوز، وكان ينسق إذا مع اللاعبين الشبان ويساعدهم. وفي مثل هذه المسابقات تحتاج إلى كل لاعبيك، قد يكون لك فريق جيد ولكن تحتاج إلى صانع ألعاب له شخصية ويمكن أن يساعد ويصنع الألعاب مع زملائه. إذا خاطر بذلك الترجي في الهجوم والتقدم. هل تتفق مع الكابتن قيس الذي قال أن الترجي الآن هو أقرب فريق بين الفرق الثمانية المتواجدة في دوري أبطال أفريقيا للتتويج باللقب؟ Well, I think Esperance is one of the team to contest for this title. بدون أدنى شك. وما يصنع الفرق في مثل هذه المسابقات هو أنهم بدأوا بطريقة سيئة، ولكن أنا بدأوا يتحسنون، وهذا يثبت نضج الفريق وخبرته، ويبقى من أحسن الفرق المرشحة للنهائي. ولكن في كرة القدم لا تعلم. مع الأهلي قال مع الأهلي إيمانويل هناك طلبات أنه يقول مع الأهلي. قيس سريعا حتى نشاهد الترتيب. الأهلي صراحة أنا شفت له، معناها كنت حاضر في استوديو أول واستوديو ثاني للفريق الأهلي. الفريق الأهلي صراحة تغير، عنده كثير من اللاعبين سنهم تقدم جدا، خاصة نتكلم عن وائل جمعة أو بوتريكا. الأهلي يعاني كذلك، لكن بوتريكا هو من صنع هدف الأمس كذلك. أوكي، لكن الأهلي كذلك يعيش ظرف صعب جدا، نعرف الكل ظرف مصر. أنا أقول فقط ماهر الكنزاري أمام فرصة كبيرة جدا ليدخل التاريخ. مش كل مدرب يجي رئيس نادي يجيب له دو جوايو، يرجع له يانيك نيانغ ويرجع له الدراجي، إضافة إلى العكرمي الذي شاهدناه اليوم، المهذب المنتظر، المباركي كذلك، والمباركي كذلك الذي ربما سيقع يستعمله خاصة في الدوري حتى ياخذ النسق. معناها ماهر الكنزاري تصور أنه الفريق من غير نيانغ أو الدراجي على ماهر الكنزاري أن يغتنم هذه الفرصة. هو صديق وزميل ومانيش نضع في الضغط على هذا الصديق، لكن نقول أنه أمامه فرصة ذهبية جدا ليغنم هذه الكأس، لأنه صراحة في المجموعتين اللي شفتهم فقط فريق ليوبار ربما الآن في أفضل حالاته. كيف ستكون حاله ربما بعد شهرين؟ نقول أنه الترجي الذي بدأ ببطء سيجد ربما السرعة القصوى. ولا ننسى كذلك أورلاندو بايرتس الذي فاز على الأهلي 3-0. أي هذا أنا قلت أورلاندو، أنت قلت ليوبار. لا أورلاندو عفوا، أورلاندو ليس هم الأقرب للمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. مذكر في ختام هذا الاستوديو بالنتائج الحاصلة في هذه الجولة الثالثة من المجموعة الثانية. في غاروا الكامرونية القطن تفوق على كرياتيفو بهدفين مقابل هدف، والدراجي منح هدفا فاز به الترجي في أبيجان أمام السيوي سبور. بالتالي الترجي يتبوأ صدارة هذه المجموعة الثانية ب6 نقاط، صحبة كوتون سبور 6 نقاط كذلك، وسيوي سبور كرياتيفو كل منهم 3 نقاط في هذه المجموعة الثانية. بهذا إذن نكون وصلنا إلى ختام هذه التغطية الخاصة لمواجهة سيوي سبور والترجي الرياضي في دوري أبطال أفريقيا. كل الشكر في الختام لنجم كرة القدم النيجيرية إيمانويل مينيكي، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول كذلك للمدرب التونسي المحلل الفني للجزيرة الرياضية كابتن قيس اليعقوبي، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بديع. تقبلوا في الختام تحياتي تحيات كامل فريق العمل هنا في الدوحة. أتمنى أن نلقاكم في مواعيد قادمة مع الكرة العربية في غمار المسابقات الإفريقية. إلى اللقاء. Thank you.
العالي وتزهى الايام، شوفونا كيف راح نسير وتبكي شلفان، يزهى الفراش يا العالي وتزهى الايام، شوفونا كيف راح نسير وتبكي شلفان، واللي يبغينا يجي معانا واللي ما يبغي ينسانا على درامة ربنا، كل تيفور دراية وبينا تحلى اللمة، طاح بالكل سدري عنا وكلام الغير ما يعنينا، يشهد ربي على كلامي الكوربة سود عنواني، باش نفكسي قدامي واحنا وراه نقيم ولول، فراش مستور عندك فينا مدخول، حاكم بينا ملموم ولمتنا ما تفنى، فراش مستور عندك فينا مدخول، حاكم بينا ملموم ولمتنا ما تفنى.